اجمد مشكل في شبرا مصر. انا مش عارف هم قالوا لي هنا ولا قالوا لي هنا، بس هو قال لي ورا جامع الخزندارة او الشارع اللي فيه. لا ايوه هو ده صح، شارع شبان. هم فعلا قالوا لي في شارع شبان. معقول الشارع ده فيه اشهر واحد بتاع لحوم مشكلة؟ ترندات ترندات، بنعيش أحلى اللحظات. يا مساء الفل عليكم وحلقة جديدة من ترند الترندات. احمد معاكم النهارده مع ترند جديد من قلب شبرا مصر. البلاغ جالنا عن اشهر مطعم موجود بيقدم لحوم مشكله في شبرا مصر، وجينا عشان نكتشف مع بعض مطعم كبير جدا 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 النهارده، ومن اقوى الترندات اللي هتقدمها قناه ترند الترندات. مطعم، وريهم يا مايكل، مطعم مجدي، من اشهر مطاعم اللحوم المشكله الموجوده حاليا في شبرا. الراجل عامل قلبان كبير جدا جدا جدا، نتيجه ان هو عنده الجزاره بتاعته وكل اللحوم بتاعته فريش. النهارده جايين نجيب لكم الترند لحوم مشكله من عم مجدي في شارع شبان في شبرا مصر، خلف مسجد الخزنداره من شارع شبرا. تعالوا نوريك هنجيب ايه من عم مجدي، يلا بينا. ورجعنا لكم تاني، وصلنا عند مجدي وقعدنا وجابوا لنا المنيو، واتفاجئنا ان المنيو مليان جدا 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 لحوم مشكله، خلط الكبده بالليه، عنده ركن من الجريل، ركن من المشويات. لقينا المنيو ضخم جدا، بس طلبنا لكم حاجه ان شاء الله تعجبكم جدا. وعم مجدي عنده قعدتين، عنده قعده اول دور مكان مسميه الحاره كلها بتاعته، وعنده مكان اندور مكيف للي عايز. واحنا عرفنا يعني من خلال فريق البحث بتاعنا ان اللي بيميز عم مجدي ان كل اللحوم بتاعته فريش، وان هو يعني عنده مزارع، وطبعا ده واضح من ريحه الاكل بصراحه. واول ما وصلنا جابوا لي زي ما انتم شايفين سلطه، طحينه، عيش، وويسكي وجلابه، ممتاز جدا. مستنيين طبعا الحلو يوصل. اول ما وصلنا قابلنا محمد ابن الحاج مجدي، حد محترم جدا جدا، وان شاء الله هنتصور معاه بعد ما اخلص اكل. والناس رحبوا بينا جدا ورحبوا بفريق ترند الترندات، وان شاء الله الاكل هيعجبكم لان احنا جايين وشامين الريحه بنفسنا. مش قادر اقول لكم حاجه تجوع، ما تروحوش في اي حته. ولو انت هتستناني دوس لايك واعمل شير لحد ما ارجع لك. ورجعنا لكم تاني، ترند الترندات الحلو وصل، فرجهم يا مايكل. طبعا احنا جبنا لكم من عم مجدي من اشهر الاطباق اللي هو بيقدمها رغيف الحواوشي، حواوشي عم مجدي. وجبنا لكم المشكل، كبده ولحمه وكفته بالليه، برضو من اشهر الاطباق اللي بيقدمها عم مجدي. وجبنا لكم للناس اللي بتحب فواكه اللحوم. تعالى يا مايكل تعالى، ده الموضوع كبير. طبعا ده طلب مشكل فواكه اللحوم، بيجي معاه سجق، بيجي معاه ممبار، بيجي معاه فشه، بيجي معاه لحمه راس. الموضوع كبير جدا جدا جدا. ده طلب المشكل فواكه اللحوم بتاع عم مجدي. طبعا يا مايكل هنحتاج ندوق، ولما تكون قاعد قدام السفره دي وفيها ممبار، اول حاجه هتلاقي ايدك اوتوماتيك راحت على الممبار اللي كلنا بنحبه، ونديله حبه طحينه. الله، لا بجد الحياه حلوه يا مايكل. والصراحه برضه يا مايكل مش قادر اقاوم شكل الليه، فانا هضطر ادوق الليه وادوق الكفته، لان الموضوع يعني ايه بيغريني بصراحه. اه
من غير طحينه بقى ولا اي حاجه. خطير جدا. التيست بتاع الكبده واللحمه والليه طشه واحده بجد خطير جدا جدا جدا. يعني عايز اقول لكم يعني من اجمل الحاجات اللي انا اكلتها في حياتي بصراحه. طعم اللحمه مع صوص الليه فظيع. لحمه بلدي، حياه حلوه، الحياه فعلا حلوه. طيب نخش بقى على الكلام الجميل ده. ناخد حته فشه كده يا مايكل ندوق. اكتر حاجه انا واخد بالي منها من الاكل طعم اللحوم فريش، تيست عالي قوي. الفشه والطحينه بقى ندوق مع بعض. يا سلام، فشه اصلي اصلي يعني، مستويه كويس، التيست بتاعها طعمه حلو قوي. طبعا هو طلب المشكل اللي شايف في حاجات كتير، في كبده بقى وبهاريز وموضوع مليان حاجات من جوه يا مايكل. بص البهاريز دي، بص بص بص، دي هنا بقى البهاريز بتاعت الطاسه. الله الله، روعه. ناخد بقى بق ويسكي. نخش بقى على الترند اللي عاجب الناس كلها، واللي احنا اساسا كنا جايين، على فكره يا جماعه احنا كنا جايين علشان نجرب حواوشي عم مجدي، ولكن الموضوع راح معانا في قصه ثانيه خالص. تعالوا بقى مع بعض ندوق حواوشي عم مجدي اللي هو مشهور بيه. حواوشي واضح ان هو مستوي كويس جدا، سواء سخن طبعا. بص معايا كده ممكن السندوتش مليان لحمه، طبعا واضح ان هو مستوي كويس جدا جدا جدا. يلا بقى ندوق مع بعض. هنحتاج نديله طحينه. روعه روعه روعه. اللحم اللي في الحواوشي جوسي، خلطه معموله يعني التتبيله تحسها ببقك وانت بتاكل. بصراحه حلو جدا، برضه من الحاجات اللي الناس بتستناها دايما. السجق البلدي طبعا انا بحبه جدا، هندوقه مع بعض. كله روعه. طبعا انا من عشاق الدسم والليه، ودي مش اي حد بياكلها طبعا انا عارف، بس اللي بيحب فواكه اللحوم هي دي اللي تعب الناس كلها، وهي دي اللي بتحلي كل الطاسات اللي في الدنيا. لو عايز تحمر اي حاجه، عايز تعمل اي حاجه، اللي هي اساس كل شيء. طبعا الموضوع كبير، نكمل اكل ونرجع لكم. ورجعنا لكم تاني بعد ما تمت المهمه بنجاح، وتم نسف جميع الاصناف. ودايما انا عندي رايي، المنظر ده بيأكد حاجه واحده بس، ان الاكل كان جامد جدا جدا جدا. الحقيقه النهارده الحاج مجدي في شارع شبان خلف مسجد الخزنداره، بجد اختراع انا برشحه لكم بقوه. من النهارده طلبنا طلب مشكل لحوم بالليه، كان جامد جدا جدا جدا. طلبنا طلب مشكل فواكه لحوم، برده كان جامد جدا جدا. طلبنا حواوشي الحاج مجدي، وبرده كان جامد جدا جدا. الحقيقه انا برشحه لكم بقوه. وهم هنا بيقدموا طبعا اصناف تانية كتير جدا، بالكوارع والشوربه والملوخيه يعني عنده الطواجن، عنده اصناف كتير جدا جدا. لو بتحب اي حاجه من اللي انا قلته ده، انا بنصحك بقوه اطلع على الحاج مجدي في شبرا مصر ورا جامع الخزنداره. 1000 واحد هيجيبك. كل اللحوم هنا فريش، تيست عالي قوي قوي قوي، في خبره في تقديم الاكل. يعني الحقيقه انا انبسطت جدا جدا،
انهيت على الكميات كلها بنجاح. ترند النهارده ترند قوي برشحه لكم بقوه، وعشان انا انبسطت وعايز ابسطكم في الحلقات اللي جايه، يا ريت لو الحلقه عجبتك ما تنسوش تدوسوا لايك وشير وتعملوا سبسكرايب عشان يوصل لكم كل جديد، وتفعلوا الجرس. بالاخص اخواتي الشبراويه كله يجمع معايا في الحلقه دي. انا معاكم من شارع الشبان في قلب شبرا مصر، ولو في مقترحات اكتبوا لنا في الكومنتات. وبنشكر كل الناس اللي بتدعمنا وبتبعت رسائل. دعمكم لينا هو اللي هيخلينا نستمر ونجيب لكم كل ترند جديد في كل حته في مصر. سلام.